أحمد اشترى حاجة ب500 جنيه ببطاقة الائتمان، وفي آخر الشهر اكتشف إن البنك ضاف عليه فوايد. فضل يقول أنا اشتريت ب500 جنيه بس ليه هدفع أكتر؟ أنا محمد ودي دقيقة بنكية، في دقيقة واحدة هتعرف حقك. أحمد كان فاكر إن بطاقة الائتمان زي أي كارت عادي. اشترى اكسسوار موبايل ب500 جنيه. وصل كشف الحساب وكان مطلوب منه يسدد 500 جنيه قبل تاريخ الاستحقاق، لكن قال هستنى الشهر اللي جاي. عدى موعد السداد وفجأة ظهر في الكشف الحساب الجديد فوايد. أحمد استغرب جدا، هو البنك حسبها ازاي؟ بطاقة الائتمان فيها حاجة اسمها فترة سماح. لو سددت إجمالي المبلغ المستحق بالكامل قبل تاريخ الاستحقاق الفوائد بتبقى صفر، لكن لو سددت بعد الميعاد أو سددت جزء فقط من المبلغ المستحق البنك بيبدأ يحسب فوائد وفقا لسعر الفايدة المعلن في عقد أو طلب إصدار البطاقة. وفي كتير من البطاقات بيتم حساب الفايدة من تاريخ كل عملية شراء ما تسددتش بالكامل، مش من تاريخ انتهاء فترة السماح. وده طبعا بيكون حسب شروط البطاقة والبنك، يعني كل يوم تأخير ممكن يزود تكلفة استخدام البطاقة اللي معاك. هديلك مثال سريع. لو عليك مثلا مديونية 5000 جنيه وسعر الفايدة الشهري 3% ومسددتش المبلغ بالكامل، تقريبا هتكون الفايدة للشهر حوالي 150 جنيه. وطبعا الرقم الحقيقي ممكن يزيد أو يقل حاجات بسيطة حسب عدد الأيام، طريقة حساب البنك، وأي عمليات مشتريات جديدة. الخلاصة ببساطة، بطاقة الائتمان مش مشكلة، المشكلة إنك تستخدمها من غير ما تعرف القواعد بتاعتها ولا تعرف إزاي تتعامل معاها صح. ادفع إجمالي المبلغ المستحق قبل تاريخ الاستحقاق، واستخدم فترة سماح لصالحك، وساعتها ممكن تستفيد من البطاقة بدون فوائد على مشترياتك. ولو استفدت من الفيديو من فضلك شارك المعلومة مع أهلك وأصحابك.